الزومبي وبيدوسوا على اي حد يقابلهم. بس الكترة تغلب الشجاعة، آلاف الزومبي حوطوا العربية واتعلقوا عليها والعربيات تقلت ومش عاوزة تمشي. فبيطلع جون الله يبارك له فوق بأنبوبة غاز وبيحدفها في وسط الزومبي وبيضربها طلقة يفتت عظمهم، وبكده يقدروا انهم يمشوا بالعربيات. واثناء ما كينيس ماشي بيبص على المراية بيتفاجئ ان في حد من الزومبي متعلق. العجوز ده بيشغل المنشار عشان يقتله. في نفس الوقت كينيس بيحاول يوجعه ويحود بالعربية مرة واحدة، وبسبب كده العجوز بيقتل واحدة بالمنشار بدون قصد. وكينيس بيعمل حادثة وبيتقلب بالعربية، فبينزلوا بسرعة عشان ينقلوا العربية التانية. وأول حاجة بينجلوها شنطة الأسلحة، وبعدين مايكل بيطلع وأنا كمان بتطلع، وهي ماشية بيشوفها زومبي لكنها بتديله طلقة بين حواجبه وبتجيب أجله. وبعدين بتلاقي جيش جاي يهجم عليها، بتقدر انها تفلت منهم وبتدخل العربية في اخر لحظة. وبعد نص ساعة ماشي بيوصلوا للمينا، فبينزلوا كلهم بسرعة قبل ما الزومبي يتلم عليهم. وبيتبقى جون لوحده في العربية بيقول لهم امشوا انتوا من هنا وانا هعطل الزومبي. وبيفضل يضرب على الزومبي عشان يجذبه من ناحية الصوت السلاح. للأسف الطلقات اللي معاه بتخلص، فبيلاقي ان هو كده كده ميت، فبيضحي بنفسه علشان ينقذ اصدقائه. وبيضرب على مسدسه على اسطوانة غاز بيفجر المكان باللي فيه. وبنشوف باقي الشباب بيطلعوا على المركب وكل حاجة ماشية تمام. فجأة مايكل قال لهم انا مش هقدر اجي معاكم، وبيوريهم عضة في ايده الزومبي عضها له في وسط المعركة. فبتزعل انا عليه لانها